ايوه كده، ده الطقع النظيف اللي نحن عايزينه. سيد البلد يفوز على كتور جوبا بثلاثة اهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من مجموعات بطولة سيكافا، ويتأهل الفريق للدور القادم متصدرا للمجموعة. أهداف الهلال كلها جاءت في الشوط الأول بأقدام كل من كولي، صندي، أكيري تايو. الهلال قدم لمحات جميلة في الشوط الأول اللي شفنا فيه جمل رائعة من المهاجمين، خصوصا في النصف ساعة الأولى أكد فيها الهلال بأنه يمتلك ترسانة هجومية مرعبة تحتاج فقط للتجانس والتفاهم. الشوط الثاني لم يكن بمستوى الشوط الاول بطبيعه الحال، وبالرغم من ذلك قدم فيه الهلال لمحات هجوميه قويه، ولكن رعونه المهاجمين ادت الى ضياع الكثير من الاهداف، وتحديدا من قبل النيجيري صندي. اهداف كمثل هذه لا يجب ان تضيع في دور الابطال. النقطه السوداء في مشوار الهلال في البطوله حتى اللحظه هي استقبال الاهداف، اذا ان شباك الهلال اهتزت 3 مرات في 3 مباريات، اي بمعدل هدف في كل مباراه، ودي حاجه سلبيه طبعا. دفاع الهلال غير مطمئن، دفاع الهلال بهذا السوء لن يقود الهلال للمجد الافريقي، ويجب على المدرب معالجه القصور الدفاعي بعد عوده الدوليين. الناس اللي كانت بتنتقد في الصندي في اول مباراه لعب فيها 20 دقيقه، قلنا لكم اصبروا وما تستعجلوا الاحكام. الراجل في مباراه اليوم قدم مستوى كبير مع فاصل من المراوغات الجميله، وكان بينزل لخط الوسط وبيشارك في عمليه البناء، اي بانه مهاجم ليس محطه فقط، وانما لاعب مهاري وحركي، ولكن يعاب عليه حتى الان ضياع الفرص السهله. واكثر لاعب اثار اعجابي هو اللايبيري كولي، لاعب صغير مهاري ومتعدد المراكز، ومكسب كبير للهلال صراحه وصفقه معلم، مع العلم ان الراجل ده تعاقد مع الهلال من غير ضجه او سبق صحفي، وكان الصفقه غير متوقعه ولكن صفقه كبيره. عموما دي كانت اجمل مباراه للهلال حتى اللحظه مع المدرب الجديد، ونتمنى في المباريات المقبله نشوف مستوى افضل من ده عشان نطمئن على الفريق قبل بدايه دور الابطال. مبروك لكل الاهله. انا زاهر زكريا، وفي الختام احلى سلام.